واش دفعتي الطلب ولا مازال كتسنى؟ اليوم غنعطيك تاريخ بالضبط امتى غادي يوصلك الجواب ديال الدعم الاجتماعي المباشر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. موضوع مهم بزاف لكل واحد دار الطلب ديال الدعم الاجتماعي المباشر. السؤال اللي كيتعاود بزاف واللي محير الناس، امتى غادي يبان القبول ولا الرفض ديال الدعم الاجتماعي المباشر؟ الجواب بسيط وسهل، ولكن خصك تعرف الفرق بين التاريخ ديال تقديم الطلب والجواب على تقديم الطلب ديالك. يعني خصك تعرف الفرق بيناتهم، شحال مده باش يجاوبوك. اليوم غادي نشرح لك بالتفاصيل ان شاء الله، ونشرح لك شي تفاصيل ضروري خصك تعرفهم باش يتم القبول ديالك بالدعم الاجتماعي المباشر. لان هاد التساؤلات هذا مازال كتطرح، انا ما وافقولش على الدعم، انا رفضوني على الدعم، انا عندي مشاكل في الدعم. اليوم غادي نوريك كيفاش دير شكايه، وايضا كيفاش الطريقه ديال القبول، وايضا امتى غادي يرجعوا لك يا اما بالرفض ولا بالقبول. مرحبا بك، ضغط على زر الاشتراك، دير واحد اللايك، انا معنا حتى النهايه ان شاء الله. اول حاله نشرحوها، الا قدمت الطلب ديالك قبل 10 في الشهر، النتائج غادي توصلوا ابتداء من 20 ولا 21 ولا 22. في هذه الفتره كيبداو الرسائل ديال القبول او الرفض بالدعم الاجتماعي المباشر. الحاله الثانيه، الا قدمتي من بعد 10 في الشهر، النتائج ديالك غادي يكونوا بدايه الشهر الجاي. يعني خصك تصبر ضروري، لان الشهر الجاي ولا الشهر الموالي هو اللي كيظهروا فيه النتائج ديال الدعم الاجتماعي المباشر. يعني عندنا جوج مراحل، المرحله الاولى المرحله الثانيه. هذه بالنسبه للناس اللي قدموا الطلب وكيستناو الاجابه يا اما بالقبول ولا بالرفض. معلومه مهمه غادي نقدمها لك، ولكن ضغط على زر الاشتراك. الا ما جاك حتى جواب، راه الطلب ديالك باقي في طور المعالجه، ما تخافش، لان الدعم حق من الحقوق ديالك. راه الملف ديالك مازال كيتدرس من جميع النواحي، لان الدعم الاجتماعي المباشر تبدل فيه بزاف د الحوايج، حتى الدراسه اللي كيدرسوا بها الملف تبدلات. بالنسبه للناس اللي جاهم القبول، راه مبروك عليك، راه غتشد الدعم ديالك نهار 3 في الشهر من نفس الشهر. المبلغ كيتحدد حسب الوضعيه ديالك، شنو عندك وشنو ما عندكش. في حاله ما جاك الرفض ما تخافش، لان كاين بزاف د الاسباب اللي كيجيك بسببهم الرفض. ولكن اذا درتي تصحيح المعلومه، درتي شكايه في موقع ديال الدعم، درتي الشكايه، غادي نخليكم الرابط ديال القناه ديال الواتساب، دخل ليها غادي تلقى الرقم وغادي تلقى الموقع فيه غدير الشكايه. ما تخليش الملف ديالك ناقص، دائما سول راسك، دائما كمل الملف ديالك، لان حق من الحقوق ديالك هو الدعم. راه حق من الحقوق ديالك، راه ما تسكتش على حقك. اذا كان عندك المؤشر معاوض، يعني ما عندك مناش تخاف، لان الدعم غادي تشدو ان شاء الله. ضغط على زر الاشتراك وبقى معنا حتى النهايه، غادي نعطيك بزاف، وغادي نعطيك واحد التنبيه مهم خصك ديرو، وغادي نوريك الموقع فين غدير الشكايه ان شاء الله، وغادي نشرح لك كلشي بالتفاصيل. انت دير واحد اللايك لهذا الفيديو، دير واحد الاشتراك وبارطاجي، ومرحبا بك. تنبيه مهم، بزاف ديال الناس كيغلطوا في المرحله، كيخليو طلب بلا متابعه، النتيجه كيضيعوا عليهم الوقت وايضا الدعم. كاين الناس ما كيطلعوش الملف ديالهم واش يعرفوا واش جاها من الرفض ولا القبول، ولهذا دائما تبع في الموقع باش تعرف. كما يطلع لك الرفض، سير دير شكايه، سير سول راسك في الملحقه الاداريه، ما تخليش الطلب وما تخليش الموضوع ساكت. لهذا مشي سول راسك، تقطع الشيك نهائيا. التاريخ ديال الطلب ديالك هو الوقت اللي كيتحدد فيه الجواب، اما قبل 10 يعني خصك تسين حتى 20، من بعد 10 كتسين حتى لاخر الشهر يعني الشهر الجاي. ركز على هذه القاعده وغادي تكون عندك الامور واضحه، لان هذا الشيء بسيط. كتب لينا في تعليق فوقاش قدمتي طلب ديال الدعم ديالك، وحنا غادي نجاوبوك ان شاء الله في الكومونتيرات، ولا نجاوبوك في فيديو جديد ان شاء الله. مرحبا بك. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا شكايه ديال الدعم الاجتماعي المباشر، للمزيد من المعلومات اتصلوا بالرقم، عندنا المجيب الالي وعندنا مركز الاتصال. النمره ديالها غادي نخليها لكم في الكومنتر كما كتشوفوا. بالنسبه للشكايه، ارسل لنا شكايه او اسئلتك من خلال تعبئه الاستماره الادنى، يعني خصك تقدم المعلومات ديالك، غدير المعرف ديالك، معلومات الاتصال يعني لي دوني ديالك، المعلومات الشخصيه، غدير المعرف الرقمي اللي عندك في الوثيقه من نهار جيتي تسجل في الدعم. البريد الالكتروني سهل، اي واحد كيصاغ البريد الالكتروني يعني اللي عندك في التليفون ديالك. اعطينا التفاصيل حول طلبك، يعني كدير العنوان ديالك، العنوان والشكايه خصك 255 حرف، كتبان بالدارجه باللغه العربيه بالفرنسي، يعني كتقدم الشكايه ديالك شنو، علاش ما توصلتيش بالدعم، كيفاش ما توصلتيش بالدعم، كتشرح الطلب ديالك، شحال جاك في المؤشر، الاسم ديالك، رقم البطاقه الوطنيه، كدير الاسم الشخصي، رقم البطاقه الوطنيه، حامل رقم البطاقه الوطنيه جي ام ولا ال سي ولا ام، كدير الموضوع ديالك. انا لم احصل على الدعم لأنني لم أعرف السبب، عندي مؤشر كذا كذا، لم أمتلك شيئا. المهم جميع المعلومات ديالك غتقدمها، انت كتهضر انطلاقا من راسك ودير ارسال الطلب. لهذا هادشي اللي قدمت لك هو اللي غادي دير، وما غاديش ان شاء الله تتلف حتى في حاجه، وغادي تشد الدعم ديالك انطلاقا من هادشي اللي شرحنا لك. راه الشكايه بسيطه ولكن المفعول ديالها كبير، راه ما غاديش تدي منك ساعه خصك تفكر في الموضوع وتفكر في كل شيء باش تدي. اما هي الموضوع فقط غنقدمه في 5 دقائق.
يعني خصك تجلس مع راسك، تستشر مع راسك انايا علاش ما يستاهلش الدعم، شنو عندي وشنو ما عنديش. ولهذا كنقول لك هذا الموضوع هذا اذا درتو بالتفاصيل غتشد الدعم ديالك ان شاء الله. اعطي واحد الساعه لراسك، فكر في الموضوع، كتب الرساله ديالك، ما كاملاش ما غاديش تدي منك واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، ودير ارسال طالب، ودائما اطلع على المعلومات ديالك. شوف واش عندك شي تنبيه في الجيميل، واش رجعوا عليك، واش اتصلوا بك. هذه بالنسبه للطريقه للناس اللي بغاو يقدموا الشكايه ديالهم.